بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. فقوله مسلسل أي ما تتابع رواة الحديث إما على صفة قولية أو فعلية، وقد يكون من أول الإسناد إلى آخره، وقد يكون في معظم الإسناد أو في بعضه، فهذا يسمى مسلسلا. فلا يشترط في المسلسل أن يبتدئ الحديث بالتسلسل إلى أن ينتهي، وإنما قد يكون إلى بعضه إلى منتصفه فيكون مسلسلا. والمسلسل لغة هو ما اتصل بعضه ببعض، ومنه سلسلة الحديث، فالسلسلة ما اتصلت الحلقات حلقة بعد حلقة، فهذا هو المسلسل. واصطلاحا وما تتابع رجال إسناده عند روايته على صفة أو حالة، إما في الراوي أو في الرواية. وصفة الراوي إما قول أو فعل أو غير ذلك، فقد تكون في الراوي، قد تكون في الرواية، قد تكون في الحالة، يعني وكان قد حدثني متكئا، أو بعد أن حدثني صافحني، أو بعد أن حدثني تبسم، أو قال إني أحبك في الله، على أي صفة. في بعض الأحيان قد يتسلسل الحديث بالأسماء. قال الإمام البخاري مثلا: حدثنا محمد، قال حدثنا محمد، قال حدثنا محمد، فهو مسلسل بالمحمديين. ومن أغرب ما سمعت بالمسلسل ما ذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادعي، أن هناك مسلسلا بذوي العاهات، يعني حدثني الأعمى عن الأعرج عن الأصم عن فكلهم ذو عاهات. وأما قوله قل ما على وصف أتى أي على هيئة معينة يتتابع الرواه. وينقسم المسلسل إلى قسمين: إما أن يكون صفة للرواية والتحمل كقول الناظم: أما والله أنبأني الفتى، أو يقول سمعت فلانا، أو أخبرني، أو حدثني، أو نحو ذلك، فهذا يكون صفة للتحمل: حدثني حدثني حدثني، أخبرني أخبرني أخبرني، هذا كله تسلسل. أو سمعت فلانا سمعت فلانا سمعت فلانا، كله تسلسل. قد ذكر الناظم رحمه الله تعالى المسلسل بأحوال الرواة القول فقط، كقوله مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسم، كلها أقوال. فأين الأفعال؟ مثل التشبيك بالأصابع، مثل المصافحة، مثل وكان متكئا أو تبسم أو غير ذلك، هذه في أخيرة قال تبسم. فقد ذكر الناظم المسلسل بأحوال الرواة القولي فقط والفعل فقط دون الجمع، وترك القول والفعل معا، يعني لم يجمع بين القول والفعل، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ إني أحبك فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول، فهذا جمع بين الأمرين، بين هذا وهذا.
فقد تسلسل بقول كل راوي من رواته وأنا أحبك فقل دبر كل صلاة إلى آخره. ومثال التسلسل بأحوال الرواة الفعلية كمسلسل التشبيك باليد، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه شبك، يعني يقول أبو هريرة رضي الله عنه شبك بيد أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله الأرض يوم السبت، خلق الله الأرض يوم السبت، فالمقصود من ذلك أنه فعل. والثاني شبك والثالث شبك والرابع شبك إلى أن انتهى بذلك. أيضا مثال مسلسل القول والفعل معا مثاله بقبض اللحية وبقول آمنت بالقدر. فقول أنس رضي الله عنه لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه حلوه ومره. آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وقبض أنس على لحيته وقال آمنت بالقدر إلى آخره، وهكذا إلى أن انتهى آخر الإسناد. طيب لاحظوا القول كقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ إني لأحبك، الفعل تشبيك الأيدي. القول والفعل في هذا الحديث لما قال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره فإنه قول وفعل، لأنه قبض على لحيته وقال له، جمع بين الأمرين. هنا تنبيه أن هذا المثال رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث، وهو قبض النبي عليه الصلاة والسلام على اللحية ثم تتابعوا بسند ضعيف، ففي إسناد يزيد بن أبان الرقاشي البصري وهو ضعيف ولا يصح. وهذا نبه عليه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في شرحه على الباعث الحثيث. وأيضا منها ما يكون متعلقا بالرواة أنفسهم. تقدم معنا ما يتعلق بالمروي بالحالة نفسها، إما أن يكون قولا أو فعلا أو قولا وفعلا معا. الآن بالرواة أنفسهم كالتسلسل بالقراء أو بالحفاظ أو بالفقهاء أو بالنحاة على حسب، ونحو ذلك التسلسل أيضا بالمحمديين أو برواية الأبناء عن الآباء، فيكون متسلسلا، وهذا فيما يتعلق بالرواة أنفسهم. العلماء يذكرون أن أصح المسلسلات قراءة النبي عليه الصلاة والسلام سورة الصف، وتتابع الصحابة من عبد الله بن سلام إلى الذي بعده إلى الذي بعده، فهذا أصح المسلسلات. وإلا كما يقول العلماء أن الغالب في الأحاديث المسلسلة ضعيفة، والضرب الأمثلة المسلسلة هي ضعيفة لا تصح. طيب ما فائدة الحديث المسلسل؟ فائدة الحديث المسلسل زيادة في الضبط، يعني تتأكد أن الحديث ضبط أو الراوي ضبط هذا الحديث. وأيضا اتصال السماع، يعني بمعنى البعد عن التدليس، تكون قد تأكدت أن الحديث ليس فيه تدليس وليس فيه انقطاع وليس فيه إرسال، لا يوجد انقطاع وإنما اتصال السند، لأن كل واحد سمع من الآخر. ومنها أيضا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما فعله، يعني كقبض اللحية، تشبيك الأصابع، إنه لا أحبك، إلى غير ذلك، فقد اقتدينا بالنبي عليه الصلاة والسلام. بهذا القدر نكتفي.